السلام عليكم، واخيرا رجعنا للحلقات الاعتياديه لحلقات ما قبل كاس العالم. نحكي عن الانديه، نحكي عن سوق الانتقالات، نحلل شو بصير مع الانديه الكبيره. بصراحه انا اخذت بريك تقريبا 7 ايام بعد كاس العالم. انا بكاس العالم شبعت كره قدم، يعني 40 يوم حضرنا فيهم اكثر من 100 مباراه. انا استويت كره قدم، فلازم الواحد يفصل، ففصلت اسبوع زمن. برجع زي هيك بلاقي سوق الانتقالات مولع. تشيلسي عامل سوق، توتنهام مكسر الدنيا، ريال مدريد شو بده؟ ريال مدريد ماله بيريز مين مزعل الاستاذ بيريز. طيب اليوم حلقتنا راح تكون عن سوق الانتقالات، راح نحكي عن كل شيء. يعني اي واحد كان مركز بكأس العالم وفاته كل سوق الانتقالات وما بيعرف مين تعاقد مع مين ومين جاب مين، اليوم ان شاء الله راح نغطي كل سوق الانتقالات. في الدوري الانجليزي راح نحكي عن الدوري الاسباني، راح نحكي عن الدوري الايطالي، مع انه الدوري الايطالي مش كثير في اشياء غير المدربين اللي بتنقلوا زي كانها وصلة كهرباء. فيش وصلة الكهرباء حاطها بنفس وصلة الكهرباء، ما في شيء جديد غير روبن اموريم وايسي ميلان. طيب خلينا نبدا مع الدوري الانجليزي، وانا حابب ابلش من لندن وخصيصا مع تشيلسي. تشيلسي بتعاقد مع روجرز من استون فيلا بقيمه 137 مليون يورو، تقريبا 117 جنيه استرليني. نادي تشيلسي يعني شوف، في تحسن بالنسبه للكواليتي، في تحسن. روجرز لاعب ممتاز، شفناه مع استون فيلا، لاعب هداف، لاعب جيد جدا، عنده تسديدات ممتازه، تحركاته ممتازه، بيلعب يمين جناح ايمن، بيلعب جناح ايسر، بيلعب خلف المهاجم. ولكن انا مشكلتي انه يا جماعه 137 مليون انا بروح بدفعهم بلاعب سوبر. يعني اوليسي بضيف كمان، بزيد كمان 50 مليون وبروح بقدم هذا العرض لاوليسي بصراحه. بس عشان ما نظلمهم، النادي جاب لاعب كويس. روجرز لاعب من افضل لاعبين البريمير ليج بصراحه، ولاعب شخصيته قويه. الصفقه الثانيه اللي هي لاكروا من كريستال بالاس، قلب الدفاع الفرنسي طبعا، بقيمه تقريبا 52 مليون يورو. اللاعب جيد، وبصراحه نادي تشيلسي اذا انا بشوف بيحتاج كمان قلب دفاع اذا مش اثنين، لانه شلوبا وكولويل واصاباته ما بيطمنوا ابدا يعني. ودفاع نادي تشيلسي بصراحه لازم تطوير، وانا بشوف لازم كمان قلب دفاع. لاكروا لاعب كويس، مدافع جيد، ولكن بيحتاجوا كمان قلب دفاع. طيب الكارثه اللي صارت على الظهير الايمن اللي هو اللاعب كويندا، جوفاني كويندا من سبورتنج لشبونه، ظهير ايمن بقيمه 42 مليون ونص. واللاعب الثاني ماركو باليسترا، برضه ظهير ايمن جاي من اتلانتا بقيمه 48 مليون ونص. يعني نادي تشيلسي بصراحه لسه في عبث كروي او عبث اداره او عبث صفقات، في مشكله بصير عندهم. يعني انت عندك جوستو وعندك ريس جيمس، انا بتفهم انه الاثنين عندهم مشاكل بالاصابات وبغيبوا اغلب فترات الموسم، ولكن تروح تجيب انت ظهيرين يمين وانت عندك اثنين يعتبروا من الافضل في العالم ب 100 مليون؟ مش منطق. نادي تشيلسي يعني نفس الخطأ بتكرر، نفس المشكلة. وانا مش فاهم مين اللي بيجيب الصفقات هاي. يعني هل تشابي الونسو هو اللي حدد انا بدي هاي هذا الظهير وبدي هذا اللاعب؟ طب انت على سبيل المثال كوكوريا طلع من عندك، انت ما عوضت كوكوريا، لازمك قلب دفاع، ما جبت قلب دفاع ثاني. لسه السوق ماشي شغال، ولكن انا بحكي لحد الان يعني الاموال اللي استثمرتهم بالظهير الايمن، لا بجيب قلب دفاع سوبر. طيب نروح لنادي ارسنال. نادي ارسنال بصراحه ما في صفقات سوبر او صفقات جيده لحد الان. تروسر طلع من الفريق. بس انا اللي بستغربه والعتب على نادي ارسنال، انت كنادي فايز بالبريمير ليج، انت المفروض داخل الموسم الجاي بدك تحافظ على لقبك وبدك تعمل شيء جديد. يعني صفقة زي ديوماندي اللي راح نحكي عنها لما نوصل ريال مدريد او باريس. هاي الصفقة كيف انت ما بتدخل عليها؟ مين الأجنحة اللي عندك؟ مارتينيلي متوفي، تروسارد طلع من عندك، ايزي بفضل يلعب في خلف المهاجم. فديوماندي انا بصراحة بشوفه كان لازم ارسنال يدخل على الصفقة، حتى لو ما بدهم اياه لازم تدخل على الصفقة. يعني
انا بحكي من منظور جمهور ارسنال. لما انا مثلا لو اني مشجع لنادي ارسنال بطلع زي هيك بحكي لا، في مشكله، انت لازم دخلت على هاي الصفقه، انت لازمك جناح ايسر. مين عندك؟ ما في جناح ايسر بصراحه. يعني ممكن ترجع ماشي، بس لا، جناح ايسر، انت بدك جناح ايسر، انت داخل بدك تدافع عن لقبك. ولكن بشكل عام ارسنال ما في اشياء جديده غير الفاريز. ارتيتا وارسنال، شفنا كانه انا نسيت اسم الصحفي او اسم الموقع اللي طلع الخبر، انه ارسنال قدم جوكريز وبالاضافه ل 60 مليون لاتلتيكو مدريد عشان يتعاقدوا مع الفاريز، ولكن هذا الخبر راح نحكي عنه مع برشلونه. طيب النادي الثالث اللي راح نحكي عنه برضه بالعاصمه لندن اللي هو توتنهام عامل سوق انتقالات خرافي. لحد الان صار صارف بما يقارب 250 مليون. جاب ليساندرو تونالي، صفقه يعني انا بشوفها صفقه معلم هاي. انا لاني مشجع لمانشستر يونايتد، انا كنت بتمنى كثير اللاعب هذا باليونايتد. لاعب ممتاز جدا، قاطع كرات جيد، تمركز جيد، هجوميا جيد، وبفيد المنظومه بصراحه. فلاعب ضربة معلم بقيمة 100 مليون. وتعاقد كمان مع لاعب خط الوسط من ويست هام اللي هو فرنانديز، بعد ما احنا كنا بدنا اياه بمانشستر يونايتد، ولكن خطفوه بقيمة 85 مليون. اللاعب موهوب، اللاعب جيد جدا، وبرضه كنت اتمناه في اليونايتد. فانت بتحكي عن لاعبين خط وسط فعليا من الافضل، من افضل، بتحطهم ضمن افضل 10 لاعبين في الدوري الانجليزي في الموسم الماضي. يعني ويست هام صعب شوي عشان فرنانديز، ولكن لا، لاعبين فعليا جيدين ولاعبين ممتازين، واعتقد انهم بيناسبوا المدرب ديزيربي الى حد ما. وجابوا المدافع فان هيكي من برايتون، مدافع انا بشوفه من افضل مدافعين العالم حاليا. مدافع صلب، مدافع ممتاز بالكرات الرأسية، ممتاز بالكرات العرضية، قاطع كرات، عنده دفاع استباقي جيد جدا بقيمة 52 مليون. مش صفقة كثير كبيرة، ولكن بمكانها. توتنهام لحد الآن مولع. في المدافع الثاني برضه سينسي من بورنموث، صفقة انتقال حر. على فكرة اللي ما بيلعب بالفانتزي البريمير ليج اعتقد انه ما بيعرف سينيسي. المدافع سينيسي من افضل المدافعين في البريمير ليج مع بورنموث الموسم الماضي. مدافع قدم موسم ممتاز جدا، لاعب جيد جدا، ولاعب على فكرة ذكي جدا. وانا عتبان على سكالوني مدرب الارجنتين، لانه لاعب زي هيك. سينيسي هو لاعب ارجنتيني ما اشركوا في المونديال، مع انه اللاعب عنده شيء يقدمه بصراحه. طيب المدافع الرابع برضه الظهير الايسر روبرتسون من نادي ليفربول. يعني ظهير ايسر جيد، عنده توتنهام عندهم سبنس، ولكن حلو يكون عندك لاعب زي روبرتسون على الدكه، بفيد الفريق وبيعطي عمق للتشكيله اكبر. فصدقا سوق انتقالات توتنهام كثير عجبني، مش لاني مشجع لتوتنهام، ولكن لا، النادي داخل. وبصراحه انا مثلا لو كنت مدير فني لنادي توتنهام بتخلص من اكبر عدد من اللاعبين. لاعبين صار لهم موسمين بينافسوا على الهبوط، فراح اتخلص من اكبر عدد منهم، لانهم خلص اعتقد انه عقليه الفشل وعقليه الهبوط صارت جزء منهم. طيب نروح لنادي ليفربول. ليفربول بنعرف تعاقد مع مدرب بورنموث اللي كان في الموسم الماضي، اللي هو مدرب فعليا مدرب ممتاز، اللي هو أنتوني إيراولا. ولكن على مستوى اللاعبين ما في لحد الآن. ليفربول يعني كان نافسوا على ديوماندي، نافسوا على كم لاعب، ولكن لحد الآن ما في أخبار كبيرة عن نادي ليفربول. وسوق انتقالات نادي ليفربول لحد الآن مش السوق اللي زي الموسم الماضي، مع انه ليفربول بيحتاج كثير لاعبين، وبحتاج، انا بشوف بحتاج جناح ايمن وجناح ايسر، وعلى الاقل بدهم مدافع. هم بيراقبوا جناح ومدافع، ولكن خلينا نصبر ونشوف. طيب نروح لمدينة مانشستر ونبلش مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بوجهة نظري فاز بأفضل لاعب خط وسط محور في العالم في الدوري الانجليزي، بدناش نكبرها، اللي هو اليوت اندرسون بقيمه 140 مليون يورو، 116 مليون جنيه استرليني. لاعب يا جماعه، بتعرفوا انا مشجع لمانشستر يونايتد،
لما اليونايتد قدم ال 100 مليون وبعدين سحبها وحكى مش راح نزيد العرض، انا انجلطت. هذا اللاعب يا اخوان بتروح بتدفع فيه ال 150، سعر مبالغ اكيد، يعني الدوري الانجليزي بكل الاسعار مبالغه، بس لاعب سوبر زي هيك لا بدفع فيه بصراحه، بدفع فيه لانه مين المحاور المميزه او السوبر حاليا في الدوري الانجليزي او في العالم. فمانشستر سيتي فاز بلاعب جوهره، وبحسد مانشستر سيتي. طيب قبل ما نكمل بس عن صفقات مانشستر سيتي ونحكي عن رودري ورحيل برناردو سيلفا شو راح ياثر على الفريق، خلينا نحكي عن ماريسكا اللي جاي لمانشستر سيتي، وبيحكي لك انه اداره السيتي بتحكي لك انه نفس عقليه بيب جوارديولا. شوف انا ما بدي اظلم المدرب، ولكن انا المدرب لحد الان مع تشيلسي انا ما شفت عقليه بيب. انا شفت عقليه ممكن يستحوذ، ممكن يلعب دفاع، ممكن يلعب تحولات، ما شفت عقليه بيب ابدا. فمانشستر سيتي او مشجعين مانشستر سيتي برايي اللي متعود على السيتي المكتسح والمسيطر ودائما الخطير واللعب الجميل والبساط، وبيب جوارديولا اعتقد انه برحيل بيب جوارديولا مش راح تشوف السيتي بيب. حتى لو ماريسكا قدم الكرة الجميلة وقدم المطلوب، ما بشوف ممكن ينافس كرة بيب جوارديولا. فاللي شجع مانشستر سيتي بسبب بيب جوارديولا فأعتقد راح يعاني مع السيتي بعد الآن. حتى مش قصدي على الألقاب، قصدي على أسلوب اللعب، لأنه بيب جوارديولا ما بشوف أنا مدرب بيشبهه بالافكار بالفلسفه بالكره. فخلينا ننتظر ونشوف ماريسكا شو راح يعمل لمانشستر سيتي. طيب في اخبار او مش اخبار بصراحه، اليوم طلع خبر انه رودري وافق على الشروط الشخصيه مع ريال مدريد. فخروج رودري كارثه بمانشستر سيتي بصراحه، كارثه. خصوصا يعني شوف لو رودري يعني طلع من السيتي قبل الاداء اللي قدمه في كاس العالم، بحكي لك تمام عادي، لاعب يعني ممكن تعوضه، مش رودري 2023. ولكن رودري بعد كاس العالم لا، الواضح انه السيتي راح يخسر لاعب كان كاس العالم. انا صعقني رودري بعد الرباط وبعد الاشياء اللي كنا نسمعها عن رودري، بصراحه ما توقعت انه يرجع بهذا الاسلوب وبهذا الزخم. فراح تكون ضربه لو طلع رودري من مانشستر سيتي. وسمعنا انه مانشستر سيتي بفاوض بوعدي. الصفقه بصراحه انا معها 100%، انا بحكي كشخص محايد. صفقه بوعدي لاعب قريب لرودري، ما بحكي لك رودري لاعب لسه عمره 18 سنه، ولكن انا كنت لو اني مشجع لمانشستر سيتي كنت بتمنى رودري يضل رودري موسم على الاقل، موسم مع بوعدي، على اساس بوعدي يكتسب شوي من رودري. هذا في حال ضل رودري وفي حال اجى بوعدي. وزي ما احنا عارفين برناردو سيلفا وجون ستونز طلعوا من مانشستر سيتي، بالاضافه لاخبار رودري. برناردو سيلفا يا جماعه قطعه اساسيه في مانشستر سيتي. ما تحكي لي ما راح يكون له تاثير، حتى لو قبل موسمين ما كان افضل شيء، ولكن كلنا شفنا الموسم الماضي شو عمل مع بيب جوارديولا ومع السيتي. فلاعب قطعه حجر اساسي في مانشستر سيتي. وجون ستونز مع انه اخر موسمين كان غائب، ولكن يعني ما بقدر احكي الخروج اللي كثير مؤثر بصراحه، لا عادي يعني السيتي بيقدر يعوض جون ستونز. طيب نروح لكبير انجلترا مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد لحد الان السوق عنده مش افضل شيء، زي ما حكينا انسحب من صفقه إليوت أندرسون، وشفنا اليونايتد رايح لخط الوسط يعني بطريقه غريبه عن اداره اليونايتد. يعني شفنا اليونايتد دائما بروح وين في لاعب لامع، وين في لاعب بروح بدفع ال 150 وال 100 مليون ال 120 وبمشي. لا، اليونايتد في الاداره غريبه الموسم هذا خصيصا. ما راحوا على لاعب سوبر، ما راحوا على لاعب عليه ضجه، ما راحوا على لاعب صاعق او نجم الفريق او لاعب موهبه. راحوا على اللاعبين مغمورين خلينا نحكي. يعني يوري تيليمانس ب 35 مليون من استون فيلا. تيليمانس لاعب جيد جدا، انا انبسطت على الصفقه بصراحه، ولكن ما بتمنى يكون بس الاكتفاء بهدول بيوري تيلمانس واندري سانتوس. فاليونايتد بيتبع ثقافه او سياسه جديده مع لاعبين خط الوسط، ممكن تكون ناجحه بصراحه، لانه شفنا الضجه الاعلاميه للاعبين
اللي بتعاقد معهم اليونايتد ما بتكون احسن شيء. ف يعني سياسه جديده بنشوفها لليونايتد. يوري تيليمانز زي ما حكينا لاعب جيد، لاعب على فكره كان افضل لاعب في استون فيلا، وكان افضل لاعب في المنتخب البلجيكي في كاس العالم، لاعب خبره، عمره 29 سنه، لاعب كبير نسبيا، ولكن لا بعطيك 3 سنين، يعني بعطيك 3 سنين. احنا يا جماعه احنا باليونايتد ما بدي مشروع انا مشجع لليونايتد، بحكي لك ما بدي مشروع، فوز لي بهالدوري وبعدين بحلها الف حلال، نافس على الابطال، جيب ادخل ربع النهائي في دوري الابطال، يعني نافس، بس نافس. بعدين الاشياء انا بعتقد انه التنافس بيجيب تنافس مع اداره صحيحه، ونشوف يعني شو بده يصير مع اليونايتد. الصفقه الثانيه من نادي تشيلسي اللي هو اندري سانتوس، اللاعب البرازيلي بقيمه 50 مليون. على فكره اللاعب ممتاز، ومش ممتاز، جيد جدا، وهو بيشبه تقريبا، يعني ما بدي احكي لك بيشبه ماينو، لا ماينو ستايله مختلف شوي، ولكن اللاعب جيد، محور جيد، وقاطع كرات ممتاز، وهجوميا مش احسن شيء هجوميا، ولكن بعطي هجوميا كمان. فالناس بتحكي مع مين كان مع تشيلسي، ما كان يلعب، ما كان ماخذ فرصته، بس يا جماعه يعني لاعب صغير زي هيك مع مين بده ياخذ فرصته؟ يعني بدل انزو ولا بدل كايسيدو؟ مستحيل، صعب صعب، وقدامهم بيلعب بالمر، فصعب يعني اللاعب زي هيك. باليونايتد الامور يعني كاسيميرو خير، طلع من الفريق، فلا في فرصه تيليمانس وماينو وسانتوس وبرونو فرنانديز، يعني في توليفه، ولكن انا بستنى لاعب خط وسط يكون، يعني بنحتاج كمان لاعب خط وسط، واحنا بنعرف اليونايتد، ما انا فتحت سيرة على اليونايتد ما شاء الله، معلش احنا بنعرف اليونايتد بفوضوا او بيحكوا بتشواميني وكامافينجا، وفي اخبار كثير يعني. بصراحه انا مش مع الاثنين، انا لا مع كامافينجا ولا مع تشواميني، لاعبين انا بشوف جابوا اخرهم، يعني يعني هذا اخرك يا تشواميني او كامافينجا، مش شايف بقدموا الاضافه اللي بيحتاجها اليونايتد. شفت اليوم صوره لفينيسيوس بقميص اليونايتد يا جماعه، صوره طبعا فوتوشوب، ولكن والله انه يا جماعه بشعر انه هذا اللاعب هو اللاعب اللي بينقص اليونايتد، بشعر هيك فينيسيوس، يعني لاعب كرة قدم فعليا بيليق بنادي زي مانشستر يونايتد. ف يعني هاي ما بعرف، احلام اذا بده يطلع من مدريد احنا بنستناه يجي هو ومشاكله، اذا بده يجيب مبابي فعادي، احنا بنحل المشاكل هاي، مش مشكله. هسه بيجيك مشجع ريال مدريد بيحكي لك اهدى طيب، هيك الدوري الانجليزي حكينا عنه كل شيء، خلينا نحكي عن المعركه اللي بتصير في اسبانيا. بيريز، شو مالك؟ ريال مدريد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتكون هاي الرحله الثانيه زي ما كنا عارفين يعني، ولكن بعد جوزيه مورينيو شو صار؟ كوكوريا، دومفريس، كوناتي، برناردو سيلفا، امسك هدول الاربعه وحطهم على جنب. اسمع، بنسمع باريس انه تقريبا حسم صفقه ديوماندي، يعني باريس بيحكي فيها من كأس العالم، صار له 25 يوم بيحكي بالصفقة، واللاعب موافق، واللاعب بده باريس، حتى رفض ليفربول عشان باريس. تأخرت المفاوضات شوي، بيطلع لك خبر ريال مدريد قدم عرض بقيمة 100 مليون للاعب ديومندي. بصراحة الخبر أنا فاجأني، يعني اللاعب منتهي امره، يعني شبه منتهي، الكل بيحكي انه اللاعب خلص لباريس، اللاعب بده باريس، واللاعب بده يلعب تحت لويس انريكي. ريال مدريد بيطلع بقدم هال 100 مليون، واكيد العرض انرفض، لايبزيج بيطلب 135 مليون. بس الفكره بيريز، شوف انا بعذر بيريز، وبالعكس اللي بيعمله هو الصح. يعني انت فريق كريال مدريد طالع باخر موسمين صفريين، فلا انا بدي ردة فعل، انا مش بدي، انا بدي ثورة. انا مش مشجع لمدريد ماشي، بس انت لازم تعمل اشي، اشي خارق. يعني انا بشوف واضح خطة ريال مدريد انه يكون خطتهم الاساسية انه يكون في على الاقل لاعبين في كل مركز، وديوماندي يا جماعة مش اي لاعب،
مش اي لاعب. هسه في واحد ممكن يحكي لي يا محمد احنا عندنا رودريجو وفينيسيوس ومبابي كلهم بيلعبوا يسار وهذا بيلعب يسار. لا يا صديقي، اللاعب ممتاز، بل ممتاز جدا جدا، بل من الافضل بالعالم على الجناح الايمن. من اكثر اللاعبين على فكره. الموسم الماضي مع لايبزيج اغلب مبارياته كان لعب بنسبه 65% من مبارياته او من وقته من دقائق لعبه كان على الجناح الايمن، وكان بيأدي اداء ممتاز. هسه ليش كان يأدي اداء ممتاز؟ اللاعب جيد جدا بالقدم اليمنى والقدم اليسرى. هو يميني تمام، بيلعب بالقدم اليمنى، ولكن اليسار عنده ما بتفرق عن اليمين ابدا. يعني خلينا نحكي كمراوغه، بنشوف ديمبلي مثلا بالتسديد بسدد يمين ويسار ما عنده مشكله، ولكن جومندي بسدد يمين ويسار وبراوغ يمين ويسار. فبصراحه انا مع صفقه زي هيك لريال مدريد، انا معها. اما بالنسبه للقنبله الكبيره والفاجعه اللي نزلت على مشجعين برشلونه، رودري اتفق مبدئيا على الشروط الشخصيه مع ريال مدريد. حسب مين؟ يعني انا ما بحكي لك وفقا لصحفي واقع، لا، وفقا لديفيد اورنستن، يعني صحفي موثوق، صحفي معروف، ويعني اخطائه معدوده ماشي، مش فابريزيو، ولكن لا، ديفيد صحفي جدا موثوق، خصيصا في انجلترا واسبانيا كمان. رودري، هسه المشكله مش هون. المشكله انه انا سمعت انه ريال مدريد بده ينهي صفقه رودري ب 50 مليون. يا جماعه بيريز، والله يا جماعه حوت، بيريز مش طبيعي عن جد. بيريز انت يمكن معه يمكن ضده، ما بس اذا بدك تحكي عن شخص حوت ففعليا هو بيريز. شو قوة القلب هاي؟ وبعدين باخذ اللي بده اياه. يعني هو ما بيحكي بس انه انا بدي اقدم عرض ب 50 مليون، لا لا، فعلا بقدم عرض ب 50 مليون وباخذه ب 50 مليون. مفاوضات عنده مش معقول. فرودري راح تكون صفقة معلم وصفقة. شوف، ريال مدريد بيحتاج لاعب الوسط المدير في خط الوسط، وما يعني مين احسن من رودري في اداره خط الوسط؟ مين احسن؟ ما في احسن من رودري. مدير خط وسط، ممرر، ارتكاز ممتاز، حتى هجوميا على فكره ممتاز، ضابط ايقاع جيد جدا، كاسر خطوط، بيلعب بمحورين، بيلعب ارتكاز، لاعب رائع. ف لو تمت راح تكون صفقة انفجارية. طيب نروح للقطب الثاني، نادي برشلونة. نادي برشلونة زي ما بنعرف حسم صفقة جوردون ب 70 مليون و10 ملايين متغيرات. أنا حكيت رأيي عن هاي الصفقة وفي فيديو عن الصفحة، حكيت عن جوردون وهل أنا مع الصفقة أو أنا ضد الصفقة. بس خليني أحكي للناس اللي ما شافوا الفيديو. جوردون لاعب ممتاز تمام، بس أنا اللي ازعجني بالصفقه انه انت ما رحت على احتياجك. يعني انت شفنا جوردون بعدين كريم اديمي، وانت ما رحت على احتياجك. طب انا بدي قلب دفاع يا جماعه، برشلونه بيعاني. بيحكوا لي بلابورت. طب لابورت يا جماعه، لابورت يعني انا يعني بحزن على الناس اللي بتشوف كاس العالم وبيجي بيحكي لك هذا اللاعب اوف مدافع. لا يا صديقي، لابورت ميت. انا صار لي بشوف لابورت باوروبا 8 سنين، 8 سنين بعمري ما اقنعني لابورت. بالنصر من أسوأ اللاعبين، بمانشستر سيتي يا دوب كان يلعب اصلا، باتلتيك بلباو، اتلتيك بلباو كان سيء هذا الموسم وهو سيء. بكأس العالم لا، كان مدافع جبار. بس انا ما بضمن، انا لما لاعب يعطيني 10 سنين دروب او مستوى واطي، بيعطيه شهر مع منظومه جباره مستوى عالي، فانا ما بضمن بصراحه. فانا عتبي على نادي برشلونه كان بدل اللاعبين اللي انت بتتعاقد معهم. تمام، جوردون حلو، اديمي حلو، بس انت عندك احتياج. يعني جوردون واديمي تقريبا اللاعبين ب 110 ملايين. طب انت لو جبت لك مدافع باستوني 60 70 مليون، وحطيت كمان 100 مليون وجبت الفاريز، مع انه انا بصراحه بشوف 150 مليون على الفاريز كثير. الفاريز ما قدم الشيء اللي كثير بالموسم الماضي مع اتلتيكو مدريد،
وفي كأس العالم مع منتخب الأرجنتين. فنادي برشلونة لسه بنشوف. طيب قصة ألفاريز، قصة ألفاريز، أتلتيكو مدريد يا جماعة غلباوي غلباوي، يا الله أتلتيكو مدريد شو بغلب. أتلتيكو مدريد رفض عرض برشلونة ال 100 مليون، وبحكي لك أنا وشفنا اصلا الميمة اللي عملها في اول ما انتشر الخبر، وانا بدي اقاضي برشلونه وكيف بيحكوا باللاعب اللي عندي، وحكينا يعني حكينا ردة فعلنا عن الموضوع هذا. لا باتلتيكو مدريد برضه لسه بحكي لك ما بدي ابيع اللاعب لنادي منافس، انا ما بدي ابيع اللاعب لنادي منافس. وبرشلونه بحكي لك انا قدمت عرض وسمعت خبر انه لابورتا بحكي له 31/7 هذا الشهر يعني فترة قبول او رفض العرض، والعرض اصلا مرفوض يعني. وشفنا الفاريز بكأس العالم حكى انا بدي احقق حلمي والعب، ما حكى العب لبرشلونة، ولكن كانت الرسالة واضحة لبورتا، وكانت الرسالة واضحة لأتلتيكو مدريد. يعني كل هالميمة وكل هالخربطة بيجي لك أرسنال من حيث لا تعلم، بيحكي لك أنا هي جيوكريز وهي 60 مليون واعطيني الفاريز. طبعا هاي هذا الخبر انتشر عن طريق صحفي بس انا نسيت اسمه بصراحه، ما بنعرف هل الخبر صحيح ام الخبر خاطئ. يعني انا بشوف بصراحه لو صار هذا الكلام والفاريز ما كان ضاغط على اداره اتلتيكو مدريد بالشكل المطلوب انه انا بدي برشلونه بس، فممكن تحدث بصراحه. بس انا بشكك بصحه المعلومات هاي. فكل ما بمر الوقت الامور قاعده بتتعقد اكثر مع برشلونه، والامور قاعده بتصير اصعب انه نادي برشلونه يحسمها. بس هو مسلسل اتلتيكو مدريد وبرشلونه والفاريز، يعني قربنا نشوف نهايته بحكم انه قربت تبدا الدوريات. طيب نروح لاتلتيكو مدريد، النادي اللي بيعمل كل صيف كل سوق انتقالات بيعمل له 100 مليون 200 مليون. الموسم الماضي عامل 300 مليون الا شوي، وهذا الموسم بفوت بحط لك 40 مليون بهويلماند لاعب ارتكاز، وبحط لك كمان 40 مليون بلي كانج ان من باريس سان جيرمان، و20 مليون بجريمالدو. صفقات بصراحه جيده لاتلتيكو مدريد، بس بدنا نشوف اتلتيكو مدريد يا جماعه. يعني بدنا نشوف سيميوني. مش معقول انت 20 سنه، مش 20 سنه اقل، ولكن مده هالقد بتدرب اتلتيكو مدريد. بدنا نشوف اتلتيكو مدريد ودعم ودعم ودعم. يا اخوان نادي برشلونه بيعانوا صار لهم 5 سنين طلعوا باخوان جارسيا. فلا اتلتيكو مدريد مطلوب منه ردة فعل هذا الموسم. طيب نطلع من الدوري الاسباني وندخل في الدوري الاشد رعبا بالضحك، الدوري الايطالي والعبث اللي بيصير في الدوري الايطالي. والله يا جماعه انا بحب الدوري الايطالي و... وبحب السمعه المنتشره عن الدوري الايطالي قديما، بس لما تدخل دوري زي هيك اسباليتي واليجري وكونتي وهيك بلفوا. هاي اليوفي مثلا، هاي نابولي، وهاي انتر ميلان، وهاي اي سي ميلان، وهي روما، وهيهم بلفوا خلصوا بلفوا. يا جماعه يا اخوان بكفي أليجري، بكفي كونتي مدرب جيد، بس بكفي هاي المدارس. شوف كومو مع فابريجاس، روح جيب مدرب مغمور. صح احنا عن سوق الانتقالات بنحكي، بس انا حبيت ابلش بالمدربين، لانه الجماعه ما عندهم شغله ولا عمل غير انه خذ مدرب واعطيني مدرب، خذ مدرب واعطيني مدرب، خذ أليجري واعطيني سباليتي، خذ سباليتي واعطيني كونتي. مش معقول يا جماعه دوري ايطالي، شو الفساد اللي بيصير بالدوري الايطالي. بس انا صدقا انبسطت على اي سي ميلان. بدك تحكي لي على شو انبسطت على اي سي ميلان؟ ما هو اي سي ميلان عجبني بتعاقد المدرب. هسه ممكن ناس تهاجمني وتحكي لي روبن اموريم مدرب فاشل ومدرب ابصر شو. والله يا صديقي اسمع من مشجع مانشستراوي، روبن اموريم اجا وخرب الدنيا، انا معك. روبن اموريم اجا وحط برونو محور ويعني قلب الامور 180 درجه. بس والله يا جماعه انه مش مدرب سيء. المدرب هذا بدكم تعرفوا انه نظف مانشستر يونايتد أب عن جد، نظف الجميع، نظف مانشستر يونايتد بطريقة جميلة جدا وأنا عجبتني. فالمدرب مش سيء، المدرب كان عليه علامات استفهام، عناته كانت يعني، بس كمان بدك تحط إنه مانشستر يونايتد
هي بيئة غريبة يعني، فبدك تعذره، وأنا ما بشوفه مدرب سيء بصراحة. أنا اللي وصله اليونايتد هذا الموسم، صفقات اليونايتد، أنا بنسب جزء منه لروبن أموريم، مع إنه أنا كنت أنجلط وأضرب على راسي لما أشوف برونو فرنانديز بالمحور وبقدم هذا الأداء. فأعتقد إنها صفقة جيدة لإي سي ميلان. إي سي ميلان بتعاقد كمان مع راموس بقيمة 70 مليون من باريس سان جيرمان. شوف، أنت إي سي ميلان، يعني انت مش باريس، مش مانشستر سيتي، مش ليفربول، مش اليونايتد اللي بدفع هاي المبالغ. انت نادي يعني اقتصاديا مش احسن شيء، فليش اروح ادفع 70 مليون بلاعب دكه؟ يعني هاي النقطة اللي كنت أنا بحكي فيها عن بيريز. بيريز بشوف وضع اللاعب، رودري بنتي عقده ب 2027، بروح بستغل هاي الثغرة. فانت طب انت اداره، في اداره نادي اي سي ميلان، يا اخي بستغل انه اللاعب دكه. اللاعب الموسم الماضي لاعب صح انه كان دكه ماشي، بس يا جماعه باريس سان جيرمان انا لو كنت بلعب معه دكه بدخل اخر كل 10 دقائق بطلع بنهايه الموسم 20 جول. اللاعب مسجل 9 اهداف ولا 10 اهداف بالموسم الماضي بنادي بيدخل المباراه بحط 4 3 اهداف. ف انا مش ضد راموس، لا راموس جيد ولكن مش السوبر تمام، بس انا ضد السعر. يعني انت اي سي ميلان يعني بتناقض حالك. بس انا بعتقد انه صفقه جيده. بس يا جماعه في عندي تخوف على اي سي ميلان والراس الحربه اللي هو، يعني كلنا بنعرف إن كونكو فولكروج، اللاعبين راس الحرب اللي في اي سي ميلان غريبين، غريبين وبتحسهم يا اخي ما بتوفقوا، ما بعرف. بس وديكاتلير لعبوا جناح ومهاجم ما زبط معهم، فبتحسهم مش مبختين في مساله راس الحربه. والله اي سي ميلان نادي كبير، وانا بتمنى فعلا، انا بحب كل الانديه الكبيره اشوفها بمستواها. طيب نروح لليوفي. اليوفي ولا في اي اخبار، هو ايميليانو مارتينيز بيحكوا فيه من سنه، واستون فيلا بيطلب 7 مليون. اليوفي بيحكي لك لا ما بدي ادفع 7 مليون. لا اله الا الله. والله يا جماعه اني بحزن على اليوفي لما اشوفه زي هيك، 7 ولا 9 مليون اشي زي هيك يعني. طب انت عندك مشكله. طب ما انت لو بدك تجيب حارس هسه صاعد، يعني حارس ممتاز زي لامنس مثلا لليونايتد، تطلع بدك تروح تدفع 30 40 مليون. طب وين المشكله يا زلمه؟ وين المشكله؟ شوف انتر ميلان جاب لك سومر، لاعب كبير ماشي، حارس كبير بس قدم، فادهم. إدارة يوفنتوس يا جماعة بتجنن والله. مشجعين اليوفي إنه، يعني أنا مشجع لليونايتد وبعاني هاي المعاناة، بس لا لا، إحنا أخف. إحنا بنحاول لسه في، كل صيف لسه في عنا سوق انتقالات، في فرصة ممكن تضرب هاي المرة. بس اليوفي كان الله يعين مشجع اليوفي بصراحة. طيب آخر نادي انتر ميلان، ما شفت ولا خبر عن انتر ميلان بصراحة. لاعبين غير معروفين، ما شفت سوق كبير لانتر ميلان. الكرة الإيطالية نفس يعني ما في شيء نحكي عن الكرة الإيطالية. طيب نروح للدوري الألماني ونحكي عن بايرن ميونخ. ما في شيء بيستحق انه نحكي عنه غير بايرن ميونخ في الدوري الألماني. بايرن ميونخ في كأس العالم حسم صفقة اسماعيل سيباري وبراون اللي هو ظهير أيسر المنتخب الألماني. صفقتين ممتازات، بل جدا ممتازات بصراحة. سيباري القتالية، الروح، الإنهاء، لاعب جيد جدا، ولاعب حاسم، ولاعب بيلعب لك باكثر من مركز، بيلعب خلف المهاجم، بيلعب مهاجم، بيلعب جناح ايسر. فلاعب اعتقد انه راح يكون له تاثيره مع بايرن ميونخ. وبراون الموهبه الصاعده في المنتخب الالماني، لاعب برضه جيد جدا، ممتاز هجوميا، شفناه مع المنتخب الالماني ولكن لسه ما شفنا منه كفايه. خلينا نشوفه تحت قياده كومباني ونشوف شو ممكن كومباني يطلع من براون واسماعيل صباري. طيب اخر نادي راح نحكي عنه واللي هو في الدوري الفرنسي، نادي باريس سان جيرمان. لحد الان باريس يعني شفنا بديوماندي، سمعنا اخبار انهم بدهم رودري، بس انا بستبعد الخبر. باريس ما في اشياء جديده، بنشوف ديوماندي بصراحه فريق يعني ما بنقصوا اي شيء، فما في شيء احكي على باريس سان جيرمان. هيك يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. هيك بتكون انت عرفت كل شيء عن سوق الانتقالات. يعني
ان شاء الله يعني لا سمح الله اذا سقطت معلومه بشكل او باخر اكيد راح تكون من غير قصد. انا اجتهدت في هاي الحلقه، حاولت اجيب كل الصفقات، حكيت عن ابرز الصفقات خلينا نحكي. فاعتقد انه هيك صار عندي وعندك وعند كل من شاهد هاي الحلقه اختصار حلو، اختصار جميل لكل الصفقات اللي صارت واحنا بنتابع كأس العالم وبعد كأس العالم. انتظرونا في حلقات قادمة ان شاء الله. راح نحكي عن سوق الانتقالات برضو، راح نشوف، راح نحكي عن الفاريز، راح نحكي عن رودري. لسه مطولين يا جماعة. بس بدي اذكرك اذا وصلت لهي اللحظة وعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتضغط لنا على زر اللايك. كان معكم محمد اكرم، ان شاء الله ان اكون وفقت في تقديم هذه الحلقة، وبتمنى انها نالت اعجابكم. والسلام عليكم.